رفضت لجنة الطوارئ في الاتحاد الدولي لكرة القدم الاعتراف بالانتخابات التي أجراها الاتحاد المغربي قبل 5 أيام. القرار يأتي بعد عدم امتثال الاتحاد المغربي لتوجيهات الفيفا، مطالبا إياه باعتماد نظام أساسي يتماشى مع اللوائح الموضوعة. عندما يكتب التاريخ أن مسرحية شهدت مدينة الصخيرة المغربية بين من أراد سيادة أعلى هرم في الكرة المغربية كانت بروفا فقط، وعندما يقول البعض إن من أنهكتهم الجمعية العمومية التي دامت أكثر من 15 ساعة كانت بروفا كذلك لمعرفة صبرهم، وعندما يفصح الفيفا للاتحاد المغربي التزم بما أقول ويحدث العكس، فانتظر أن قرارا سيخرج إلى العلن ويضرب كل ما فات عرض الحائط. فكان الخبر التالي: لجنة الطوارئ بالاتحاد الدولي فيفا تلغي الجمع العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والذي انتخب فيه فوزي الأقجع رئيسا جديدا. قالت فيه إن هذا القرار اتخذ في ضوء عدم التزام الجامعة الملكية المغربية بواجبها المتمثل في الامتثال لتوجيهات الفيفا حسب ما تنص عليه المادة 13 في فقرتها الأولى من نظام الفيفا الأساسي. الفيفا أكد أن المكتب الجامعي الجديد يعتبر لاغيا إلى حين اعتراف الاتحاد الدولي به أو إعادة انتخابات رئاسية أخرى بعد كأس العالم للأندية قد يحدد لها تاريخ النصف الأول من السنة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا القرار لن يؤثر على مونديال الأندية المزمع إقامته بعد حوالي شهر من الآن بمدينتي مراكش وأكادير. يا كاتب التاريخ دون أنه وبعد أن اعتبرت الجمعية العمومية للاتحاد المغربي من بين أطول الجموع العامة في العالم، أمس المغاربة على خبر غير كل العناوين لتبدأ الأسئلة معلنة وسرية من قبيل: لماذا كل هذا والفيفا أخبر الجميع بعدم مباركته لهذا الجمع؟ ولماذا أصر علي الفاسي الفهري أن يخلي سبيله من ثقل يعلم تبعاته من لدن الفيفا؟ أسئلة ربما لن تجد من يجيب عنها في ظل تجاذبات لا تزال مخيمة على المشهد الكروي المغربي الذي لا يكاد يستفيق من صدمة حتى يتلقى صدمة أخرى.